الحقيقة إن الأيام اللي فاتت انتشرت أخبار كتير غريبة ومرعبة جدا. الأخبار دي كان منها بيدور حوالين إن القمر بيبعد عن الأرض، وإن القمر ليه نسخة تانية، أو إن في قمر تاني بجانب القمر الأصلي. وعلشان نعرف حقيقة الأخبار دي، فمش هنلاقي حد يتكلم عنها بوضوح وبأسانيد ودلائل علمية ودينية وابحاث، غير طبعا دكتورتنا وضيفتنا الجميله المميزه الموجوده معانا النهارده في الاستوديو، دكتور هبه البحيري، الكيميائيه والباحثه في العلوم الكونيه. اهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه كده عاوزين نعرف ايه اللي بيحصل في الكون، وهل الذكاء الاصطناعي ليه علاقه بكل الحاجات دي؟ طيب هو إحنا مبدئيًا في الأرض الفترة دي بنعيش مرحلة نقدر نقول هي مرحلة مش سهلة، أو مم. نقدر نقول مرحلة انتقالية من عصر لعصر، مم. أو نقدر برضه نحطها قاب قوسين كده إن إحنا بنعيش نهاية 6 عصور كاملة من الظلام. مم. يعني إيه 6 عصور كاملة من الظلام؟ الموضوع هيكون ليه تشابهات كتير أوي، بس النهارده خلّونا إن إحنا علشان نعرف سر الأزمة أو الكون بيكلمنا إزاي، لازم نبقى فاهمين الكون. طبعا. لمّا أبقى عايزة أعرف القمر، طب إيه اللي حصل في القمر؟ هل هو خاصم الأرض زي ما انتشر الفترة اللي فاتت، مم. والّا إحنا بننتقل من مرحلة تانية لازم أكون عارف إيه هو القمر، وأصلًا تردد القمر ده بالنسبة لي لمّا بيظهر ليه؟ بالظبط، يعني معنى كلامك كده انه احنا الاول لازم نبقى عارفين ايه هو الكون الاول عشان نبدأ ندرس خصائصه، ونعرف هو ليه بيتغير وليه بيتحول، وهل دي نسخ ولا دي اجسام اخرى، وهكذا. بالضبط كده. مم. يعني أنا دي بالنسبة لنا مثلًا بيظهر دلوقتي أي حدث غريب، إحنا بنشوف إن دي أزمة، صح؟ صح، مظبوط. أزمة بالنسبة لي معناها إن أنا في جزء مفقود أنا مش شايفاه، أو الرؤية بتاعتي مش لامساه. مش كاملة، أنا مظبوط. يوم لمّا بيبقى الرؤية بتاعتي كاملة، مم. حتى لو الأزمة دي أنا شايفة إن هي أكبر أزمة في الحياة، فأنا مم. بالاقي الحل. ليه؟ لإني أنا لامم كل الجوانب بتاعتي، مم. تمام؟ فبالنسبة لي دلوقتي علشان أي تغيير في الأرض ما يعمليش أزمة، مم. لازم أبقى لامم أسباب التغيير دي، مم. سواء الأسباب دي هي أسباب علمية مم. أو أسباب ما ورائية أو باطنية، لإن الاتنين مم. مرتبطين ببعض. إحنا عالم الغيب والشهادة. لا، احنا عالم عاوزين نوضح الكلام ده، ده كلام كبير. مع حضرتك. اه. تمام. مبدئيًا إحنا بالنسبة لنا هو عالم اه. الغيب والشهادة. عالم اه. الغيب والشهادة حاجة غيبية مش شايفينها، اه. والشهادة حاجات شايفينها. اه. فبالنسبة لي هابتدي أحط كده أول حاجة خالص، عندي كون مرئي وكون غير مرئي. مظبوط، يبقى كده وضحت الصورة. بالضبط كده. كون أنا قادر إن أنا ألمسه وأشوفه وأحسه وأسمعه بالحواس الظاهرة بتاعتي، مم. وفي كون تاني ما أعرفش عنه حاجة ولكنه موجود، زي موجود. مثلًا يقول لك الجن، مم. مثلًا يقول لك الكائنات الكائنات المظلمة، الأشباح، مم. أيًا كان. يعني هو الموضوع أعمق من كده وأكبر من كده، مم. ولكن في كون بالنسبة لي منظور، وكون تاني غير منظور. غير مرئي. اه. طيب اللي مرئي بالنسبة لي هنقسمه في مم. جزء محدود وجزء لا محدود. جزء أنا قادر ألمه، حدوده مم. ومساحته وحضاراته وإيه اللي حاصل فيه والمناخ بتاعه بيقول إيه والشمس فيه بتبقى عاملة إزاي ودرجة الحرارة عاملة إزاي. مم. وفي كون تاني غير محدود بالنسبة لي، زي مثلا بيقول لك أراضي ما وراء القطبين. مم. الأراضي الأخرى هي متشافة وابتدينا إن إحنا نشوفها، ولكن إحنا مش قادرين نحدد عنها حاجة، مش قادرين نفهم هي نهار والّا ليل، يعني بيطلع فيها نهار والّا ليل، مم. الشمس بتطلع كل قد إيه، طب فيها أقمار والّا لأ، الdata بتاعتها بالنسبة لنا مش معروفة. مم. فدي بنقول إن ده كون مرئي ولكن غير محدود بالنسبة لي. مم. خلاص؟ دي أول نقطة خالص، خالص، خالص هنحطها على جنب علشان نبتدي إن إحنا نبني عليها بقية ال الحلقة. تمام. خلاص؟ طيب، يعني ايه اللي يخلي نظرتنا محدودة بمنطلق ان في كون منظور وفي كون غير منظور، او مرئي وغير مرئي؟ لإن إحنا عندنا الحواس بتاعتنا مش حواس ظاهرة بس، مظبوط. تمام؟ الشخص الحواس البطنية عندنا مم. متدرجة. ففي شخص قادر إنه يسمع ما وراء السمع، في شخص تاني قادر يشوف ما وراء البصر، مم. وفي شخص تالت قادر يحس الintuition عنده أو البصيرة منفتحة، قادر يشوف ما يحدث خلف الكواليس زي ما بنقول. كنت حابب أسألك، هل الأرض مسطحة ولا كروية؟ تمام.
هنا بقى اقول لحضرتك، هي الارض اللي مم. مع السماء ولا الارض اللي مع السماوات؟ مش احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الارض مع السماء حاجه والارض اللي مع السماوات حاجه تانية؟ ايه هما صح. الاتنين؟ طيب عشان نتفق برضه باختصار، الأول. السماء والارض، السماء والارض، كل الايات المقترنه بالسماء والارض، السماء الدنيا، مم. السماء الدنيا دي مقترنه كلها بمتطلبات النفس البشريه. الارض مظبوط. اللي مع السماوات دي الارض تما، في او تقنية كمان طالعة جديدة، اللي هي تقنية الهيلوجرام او الهيلوجرام. الهولوجرام. اه بالظبط. اه. طالعة جديدة برضو، ممكن تكون سبب في ده. وده يعني ده من ضمن التطورات والحاجات التابعة للذكاء الاصطناعي بشكل عام. كل التقنيات دي هي تجسيد لوعي الانسان. مم. ما هو الانسان لو عرف قيمته الحقيقيه وايه اللي موجود في وعيه، احنا اتربينا ان انت عندك عقل، فكر فيه، واحد زائد واحد يساوي اتنين. ده حاليا كمان بقى فيه إنسان آلي وبدأ بالفعل ينزل ما في هو ده ليه البيوت. بقى؟ مم. ليه بقى؟ لان ده جزء من الوعي اللي عندنا في مم. في دماغنا. حضاره سايبر دي او كوكب المريخ هو مم. مر ب... نقدر نقول بفترات. مم. تمام. زيه زي اي، يعني احنا هنفهم بعد كده ان كل الكواكب اللي حوالينا مم. كانت عايشه حياتها على سطح الارض، اه. ولكن في مرحله ما من عدم الاتزان مم. بيحصل ان هي، نركز في الحته دي، ان بيحصل ان بتعمل تردد معين، تردد طاقي معين. مم. التردد الطاقي المعين ده بيعمل زي بوابه زمنيه او مكانيه، او زمنيه ومكانيه. أنا مستغرب جدا طبعا، لأن إحنا الكلام ده بنسمعه بقالنا كتير. ولكن يعني إيه الإسناد أو الدليل على ده؟ الدليل على ده بالمنطق وبالفيزياء وبالدنيا بتاعتنا، ان الكون عندنا او الطاقه الكونيه هي عباره عن طاقه كهربائيه وطاقه مغناطيسيه. مم. الفكره ان احنا بنتخوف من التغيير يا كريم. يعني التغيير دايما بيسبب لنا ازمه. أيوه. التغيير دايما ليه بقى؟ لان احنا مش عايزين ننفتح مم. داخليا جوانا، احنا عايزين حاجه اسطمبه هنمشي عليها. مم. هو ده كما وجدنا عليه ابائنا. الفتره اللي احنا فيها دي فتره لا عايزانا نخرج بره ده أنا كنت لسه وننفتح. هقول لك فعلا، يعني جملة أخيرة كده عاوزك تطمنينا. هي الفكره مش فكره اطمئنان، الفكره فكره ان انا ربنا خلقني، الله سبحانه وتعالى خلقني وهو حن عليا من اي حاجه في الدنيا. مم. مش هيحط لي ازمه الا اذا كان عندي الحل بتاعها، مش مم. هيحطني في موقف الا اذا كان عندي القدره ان انا اخرج منه. فهي الفكره عدم قدرتي اني اتخطى الازمه او خوفي من الحاجه معينه، تطور معين، ده معناه ان انا مش منفتح على امكانياتي كفايه. أيوه. تمام. يعني هنا مثلا لو هنشوف حضاره السايبر دي لما وصلت الشخص او الاشخاص في مراحل الظلم وحفره الظلم كانوا رجال. مم. هو دلوقتي الروبوت لما بتتصنع دلوقتي هي عشان تنقل الرجال لمرحله من الراحه. بالظبط، توفر راحة. يعني بدل ما كنت بتستخدم عضلاتك طول الوقت وذهنك، لا، هي تساعدك. هتساعدك، بالظبط. فهتنقلك لمرحله تانية من الوعي، هتنقلك لمرحله تانية مم. انك تركز في انسانيتك اكتر من انك بتعافر بره. مم. تمام. طبعا انا يعني عاجبني المواضيع جدا، وحابب يعني اشكرك جدا. طبعا مواضيعنا مش هتنتهي، ولكن حابب اشكرك جدا، شكرا ليكي. العافية. وطبعا زي ما انتم شفتوا احنا بنتكلم في حتة تانية ودماغ تانية خالص، ودايما زي ما عودناكم انكم على طول تكونوا معانا في مواضيع جديدة، واستنونا الحلقة الجاية من برنامج ابدأ بنفسك.